السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، أهلا ومرحبا بكم وتحياتي لكم في هذا الفيديو الجديد. كما العادة نتواصلوا ونعطيو معطيات جديدة وأخبار جديدة ونحاولوا نشاركوا المعلومة ما بيناتنا ونرفعوا من المستوى ومن نسوب الوعي. الإخوة الأفاضل اللي ما بيشتركش في القناة فيحاول يشترك. الإخوة والأخوات حاولوا تشاركوا الفيديوهات وتبارطاجيوهم على أوسع نطاق باش نعمموا المعلومة والاستفادة ونفيدوا ونستافدوا. وما تنساوش تشجعونا بلي كومونتير، تفاعلوا معنا باش نعرفوا راسنا فين غاديين، واش المواضيع اللي كنقدموها يعني تفيد او لا تفيد، ونيت باش نغنيو النقاش. اخوان، عندنا ارقام خطيره، ارقام زعما صراحه الله، ارقام خاص تخلي المسؤولين على الحكومه والدوله خصهم ما ينسوش صراحه. سينو انا ما عرفتش لحدود الساعه مازال ما تحركتش الحكومه، مازال ما كاينش شي، يعني حتى على مستوى التواصل ما كاين حتى شي حاجه. الارقام هي ارقام ديال ارتفاع نسبه الشوماج، البطاله. راه في 2022 المغرب فقد 24 ألف منصب شغل، تنسوكم. وفي ابتداء من اكتوبر حتى اكتوبر 2022 الى ما تم يعني سنه 2023 270 الف منصب شغل تبخرات. عرفتي 270 الف منصب شغل؟ راه هادشي راه صراحه الله، راه هادشي راه خصو يكون الشغل الشاغل ديالنا، اضافه للجفاف، اضافه. ف عندنا واحد الاشكال هنايا، وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا راه ماشي من عندي، راه سولوا له كوميساريه ديال البلانيفيكاسيون، يعني المندوبيه الساميه للتخطيط. 248 الف منصب شغل اللي تفقدات، الناس اللي فقدت مناصب الشغل ديالها. فهنايا خصنا نجلسوا واحد شويه مع راسنا. وهنا الناس اللي كانت كتلومني علاش انا كنقول باننا حنايا ماشي ديال الكان، حنا ماشي ديال اننا نخسروا 80 مليار ديال السنتيم على الجامعه الملكيه. فهاد الشيء كيأكد الهضره ديالي. راه فاش الناس دخلت كتستهزأ نهار قلت لهم ودي راه ما عندناش طبيب، راه ما عندناش طبيب الانعاش وما عندناش سبيطارات وراه ماشي ديال الكان، اش خاصك العريان، خاصك خويا تما مولاي. راه هادشي كيأكدها. عرفت شنو هي 270 منصب شغل تبخر؟ هادشي فين؟ راه للاسف هنا راه خصنا نطرحوا مجموعه من الاسئله. حنا هما داك المغرب ديال اللي حقق انجاز ديال انه ينظم الكان 2025. حنا هما داك المغرب اللي حقق واحد الانجاز ديال ينظم كاس العالم 2030. حنا هو داك المغرب اللي استطاع انه يتجاوز الازمه ديال الكوفيد. حنا هو داك المغرب اللي استطاع انه يدبر الازمه ديال نتاع زلزال الحوز. حنا هو المغرب اللي يعني يشاع انه في قاطره التنميه، والمغرب اللي كيصدر المليون سياره وكينتج مليون سياره. راه للاسف المغرب اللي كتصرف فيه ملايير البرنامج الاخضر والبرنامج الازرق والبرنامج البرتقالي، المغرب ديال الاوراش، ومع ذلك 270 الف منصب شغل. المغرب ديال البرنامج الاستعجالي للتعليم ملايير تصرفت. هنا راه خصنا نطرحوا اسئله كبيره، وخص الحكومه تتخذ اجراءات يعني مستعجله، وتخرج تهضر مع المواطن، تخرج حنا كمواطنين تشرح لنا اش واقع. راه خصنا نجلسوا نديروا واحد الوقفه ديال التامل مع الذات، فين غاديين؟ واش بصح حنا مغرب الانجازات؟ نورمالمون مغرب كيصرف الملايير وكيدير استدانه ومديونيه كبيره باش يصرف، باش يحرك الاقتصاد الوطني، وفي الاخير ما كايناش نتائج. راه هنا يا اما هاد الاموال اللي كتصرف لا يتم متابعتها، هذا الشيء، وهذه جميع يعني المتتبعين للشأن العام كيعرفوا بان البرامج كتدار ومن بعد ما كيدار لها التقييم. واكبر دليل احنا اليوم صرفنا الزبابل ديال الفلوس في برنامج المغرب الاخضر وتاع لعبه بالدارجه. احنا ما استطعناش اننا نحطوا له اوبجيكتيف ديال او هدف ديال اننا نحققوا الامن والاكتفاء والامن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمغرب من الخضار ومن الفواكه. برنامج استعجالي كذلك التعليم، اصلاح التعليم. مهم مجموعه من البرامج، فلوس ديال البلاد، وكنغرقوا الاجيال المقبله في الكريديات. البلاد كتغرق في الكريديات، وللاسف نلقى فاصلها، لان الاعمال بخواتيمها، ما يجيش شي واحد يبقى يبيع لي الوهم. اعمال بخواتيمها في الاخر عندي 270 الف منصب شغل نسولكو تبخرات. فهنا خصنا نجلسوا مع بعضياتنا. اولا كاين هذا الجانب هذا، واش ونطرحوا اسئله،
واش البرامج اللي كتدار ماشي في محلها، واش الفلوس اللي كنصرفوها ما مصروفاش بالشكل اللي خصو تصرف فيه، واش كاين النهب ديال هاد البرامج، واش ياك. والحاجه الثانيه خصنا نمشيو عاوتاني نشوفوا هاد الشركات اللي كنستقطبوها، هاد الشركات اللي خصوصا الشركات اللي نورمالمون الشركات اللي كتكون كبيره لي ملتي ناسيونال، يعني شركات متعدده الجنسيات، والشركات الوطنيه المغربيه اللي كيقودوها وزراء وكيقودوها يعني ناس تعتبر انها من يعني من رجال الاعمال ديال البلاد. واش هاد الناس كيقودوا واحد القاطره نتاع الاقتصاد الوطني بحيث انه يخلقوا مناصب شغل قاره ودائمه؟ للاسف انا كنشوف احد اهم الاسباب هو التشغيل المؤقت. هذاك اللعيبه ديال السوتريتونس، اللعيبه ديال السوتريتونس دارت في وقيته ديال الازمه في اوروبا، ركزوا عليها، ولا التشغيل المؤقت ركزوا عليها باش يحركوا شويه النسيج الاقتصادي وينقصوا من لو طو شوماج، من النسبه ديال البطاله. للاسف هما تجاوزوها من بعد، حنايا بقينا فيها، شدوها الشركات بما في ذلك الشركات الكبرى، شركات متعدده الجنسيات، شركات يعني ذات الراس المال الكبير في المغرب، شدوا هاد القضيه ديال لا سوتريتونس ديال يعني نتاع التشغيل المؤقت، وردوها هي القاعده. ولا كيجري على التيتيلار وكيخدم السوتريتون، كيهبط الثمن. انا ما كنقولكش ما يخدمش داك السوتريتون، غير داك السوتريتون علاش تخدموا سوتريتون؟ انت محتاجو نورمالمون، هذاك كتقول طومبورير راه خصو يخدم شهرين 3 شهور يمشي في حاله، هذا هو ماكسيموم 6 شهور. انت كتشدو خدام به 10 سنين و12 سنه و8 سنين و7 سنين، والسيد مازال خدام مع سوسيتي اخرى جايبها انت ديال لا سوتريتونس، مهبط لي شارج، ونهار غدا بعد غدا ما بانتلكش فيه كتجري عليه، غدا بعد غدا كدوز لوبتيميزاسيون. وهنا خطير هذا الامر هذا، بما في ذلك شركات الهولدينغ الملكي اللي وبما في ذلك الشركات التي تساهم فيها، اللي كتلقى فيها الهولدينغ، شركات الهولدينغ الملكي المدى، شركه مجموعه من الملتي ناسيونال. هنا كنتيري يعني بغيت ننبه لهذا الخطر هذا. فهاد الشركات هذه خصوصا لي ملتي ناسيونال، الشركات متعدده الجنسيات اللي فيها الاوروبيين، فكيفكروا في حاجه واحده، كيفاش يربحوا الفلوس. وهذا هو بيان سور، هذا هو الهدف الاساسي للشركه، هو كيفاش تربح الفلوس. ولكن راه هوامش الربح كبيره جدا، ويحاولون دائما الحفاظ على هذه الهوامش هذه. راه من كاين هوامش كبيره 50% 40%، راه خصنا نبحثوا في هذه الشركات هذه. خص الدوله تتحرك، خص الحكومه تتحرك، مع العلم انني انا كنقول بان هذه الحكومه ما غاديش تتحرك، لان هذه حكومه رؤوس الاموال. راه هذه الشركات هذه ملي كنلقاو شركات اللي كتنتمي يعني الهولدينغ كتصرف بهذا الشكل هكا، راه هي اللي كتمثل القاطره، راه كتعطي المثال والقدوه. كتجي وكتنقص العمال فقط لانها تريد يعني الحفاظ على هوامش كبيره، اللي غتلقى نفس الشركات في اوروبا وفي امريكا وفي كذا ما كيديروش في الدول المتقدمه، ما كيربحوش داك الارباح، ديك هوامش الربح. كتلقاوهم كيسرحوا العمال بدعوى كنعطيوهم حسابهم، ولا بدعوى لا ديميسيون، كنلقاوهم كيخدموا لا سوتريتونس، كتلقى 30% تيتولار يعني عمال دائمين وقارين، وما تبقى كلهم دي سوتريتون. وحتى فاش كيخرجوا العامل الدائم وكيدخلوا العامل المؤقت، راسي نورمال نوصلوا لهذا وعلما ان ذاك العامل المؤقت كيأدي نفس المهام وسميتو بواحد الثمن بخس جدا باش يهبطوا الكلفه الانتاج، الوغ كو هوامش الربح راه عندهم كثيره. كمازال ملي يكونوا عندنا لي مارش صغيورين ولا نقدروا نتفهموا هذه العمليات هذه. ملي كتكون عندنا هوامش الربح صغيره، ما دير هوامش الربح خطيره، مجموعه من الشركات. خص الحكومه تتحرك، وخصنا البرلمان يتحرك، يدير تشريعات كتحد من لا سوتريتونس، ويدير تشريعات اللي تلزم شركات متعدده الجنسيات اللي كتهبش بالاموال بالملايين وتخرج للبرا، خصها يكون عندها ذاك الالتزام الاجتماعي، وتكون شركات مواطنه تحافظ على مناصب الشغل وتشغل العمال الدائمين، لان هي محتاجاهم. عندها لي سوتريتون كتخدمهم في نفس المهام. كاينين دي سوتريتون كنقول لكم ب3 سنين ب4 سنين ب10 سنين ب12 عام ب15 عام. اذا 270 الف منصب شغل اللي تفقدات، هذا راه منبه خطير هذا، مع نسبه ديال واحد لو طو داكتيفيتي ديال ما عرفتش كيفاش نعبر عليها، ديال 42% تقريبا ولا 42% على ما اذكر. وهذه راه ماشي احصائيات ديال قريوش، هذه راه احصائيات ديال المندوبيه الساميه للتخطيط.
كنتمنى ان الدوله تتحرك قبل ما يفوت الاوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.